السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة بانيه، اتمنى يا رب تنول اعجابكم. عندي المكونات بتاعتي: نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي هنا بصلة مبشورة، شوية من البقدونس، معلقتين كبار من البقسماط، وعندي التوابل بتاعتي: ملح وفلفل وشوية من القرفة سنة بسيطة جدا، وشوية من جوز الطيب. هننزل بالبصلة المبشورة، وهناخد شوية بس من البقدونس، مش كتير. انا بستخدم هنا في الكفتة ورق البقدونس بس، ما بحطش العيدان بتاعت البقدونس عشان ما تضايقكيش وانت بتصبعي الكفتة. وهنزل بعد كده بمعلقتين كبار من البقسماط. ممكن تستبدلي البقسماط ببطاطسايه مسلوقه، وفي ناس بتحط عليها شويه رز مسلوق، بس انا مش بفضل الطريقه دي، انا بحط شويه من البقسماط. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. واهم حاجه في الكفته ان انت تعجنيها كويس جدا عشان ما تفكش منك وانت بتحمريها او وانت بتصبعيها. بعد ما عجنت الكفته بتاعتي كويس جدا، هناخدها بقى كده على شكل ايه، هنكورها الاول، هنعملها على شكل كوره. وبعد كده هنعملها على شكل صوابع. واول كفر عندي الدقيق، ده اول كفر عندي هستخدمه للكفته. هنعملها الاول على شكل كوره، وبعد كده هنعملها على شكل صوبع، وهننزل بيها في الدقيق. هنخلص كل الكميه دي وهرجع لكم تاني. بعد ما عملت الكفته بتاعتي كده على شكل صوابع، خلاص انا خلصتها. عندي هنا بقى بيضتين، هنزل عليهم بشويه من الملح، رشه بسيطه بس من الملح ورشه من الفلفل، وهنضربهم كويس. عندي بقى الخطوه اللي بعد كده، هنزل بنص كوبايه من اللبن، كده بالشكل ده. هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، هجيب عندي البقسماط بتاعي، هنزل عليه بمعلقتين كبار من النشا، وهقلبهم مع بعض. هاخد بقى، هبتدي عندي انزل بقى بالكفته، وبايدك بقى مش بشوكه او بمعلقه عشان ما تبوظيش الكفته بتاعتك. وهنصفيها كده كويس من اللبن، وهننزل فيها على البقسماط. هنعملها كلها كده بالطريقه دي. طبعا وبايدي التانية بقى هبتدي اعملها بالبقسماط كده بالشكل ده، عشان ما ينفعش ايدي اللي استخدمتها في البيض استخدمها في البقسماط. كده يا حبايبي، كده زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصت الكفته بتاعتي معاكم كده بالشكل ده بالبيض واللبن والبقسماط، هنمسك بقى صباع الكفته وهنضغط عليه ضغطه بسيطه بس كده، عشان ما تبقاش الكفته معايا مكتومه من جوه ومش مستويه. نضغط عليها بس ضغطه بسيطه كده كده، بس كده بالشكل ده. وعلى زيت بقى سخن بيغلي. اول ما هننزل بالكفته هنهدي خالص على الزيت عشان الكفته بتاعتي تستوي معايا كويس وما تبقاش محروقه من بره. يلا بينا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي الزيت بتاعي خلاص سخن ووطيت عليه. هننزل بقى بالكفته بتاعتي، لونها كده يبقى ذهبي وحلو، هطلعها على طول. بسم الله ما شاء الله.
شايفين بسم الله ما شاء الله ده شكل كده ولون الكفته بتاعتي. انا كده خلاص هطلعها. هي كده اخدت اللون المطلوب جدا بالنسبه لي ما شاء الله. كده لونها حلو قوي. كده يا حبايبي انا خلصت خلاص تحمير كل الكفته بتاعتي. شايفين ما شاء الله صوت القرمشه بتاعتها حلوه جدا والكفر بتاعها حلو جدا من جوه. دي كفتة صغيره. شايفين الكفر عامل ازاي ما شاء الله. دي كانت حته لحمه صغننه حبيت اعمل منها صباع صغير اوريكم شكل الكفر بتاعها عامل ازاي ما شاء الله. ريحتها طالعه جميله جدا. هنبتدي بقى نغرف الطبق بتاعنا. هنحط شويه بقدونس. جربوها وصفه جميله جدا هتعجبكم قوي. وطبعا كل اطفالنا الحلوين ولادنا بيحبوها. ممكن نعمل جنبها شويه مكرونه بالصلصه تبقى وجبه كامله. انا هبتدي رص الطماطم بتاعتي دي كده بالشكل ده. وبكده يا حبايبي بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. عملنا مع بعض النهارده الكفته البانيه. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير. بشكر كل الناس اللي حضرت معايا العرض النهارده. اشكركم جدا على المتابعه. كان معاكم نوره وليد. انتظروني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.